بسم الله. لتحضير وصفة اليوم كنحتاجو الكالامار، هاد النوعية الصغيرة. كنغسلوه مزيان، سهل في التنظيف. كنحيدولو داك العظم ديالو الدخلاني وكنحيدولو القشرة الفوقانية. من بعد كنديروه هكا في مصفاة باش يتزولو داك الماء ديالو كامل. ضروري نشفوه مزيان. كنملحوه هكا وكنستعنو باليدينا باش ديك الملحة تلبس مزيان في الكالامار. من بعد غادي ناخد واحد البلاستيك وغادي ندير فيه تقريبا 3 المعالق كبار ديال الدقيق الابيض عادي او الفورس. انا عندي تقريبا 700 غرام ديال الكالامار، 3 المعالق كافيين. غادي ندير الكميه ديال الكالامار كامله في هذاك البلاستيك. هذا البلاستيك هذا كيساعد بزاف باش ما نرونوش الدنيا وما توسخليناش الكوزينه بالدقيق، وكينقص علينا حتى كثرة الماعن والطباصل. هكا دغيا كتسربي راسك في، يعني تلبسيهم بالدقيق مره واحده بحال هكا. وضروري تكون البلاستيك فيها الهواء لداخل باش يسهل عليك، وكتبقاي ترجيهم هكا او تحركيهم حتى كيتلبسوا كاملين. في هذا الاثناء كنكونوا سخنا الزيت، درناها تسخن مزيان مزيان. ما خاصش الكالامار يبقى مده طويله في هذاك الدقيق باش ما يشربش الكميه كبيره. خصو غير يتلبس واحد القشره رقيقه ديال الدقيق. هنايا الزيت اللي كنستعمل الزيت ديال الفول السوداني، ديما كنشاركها معكم وكنفكركم. هي صحيه شويه على الزيت، انواع الزيوت الاخرى، يعني كتصبر لدرجه الحراره العاليه في القلي. هنايا كناخذ هذوك الكلامات وكنبقى نقرهم هكا في وسط البلاستيك باش يتحيد منهم الزائد ديال الدقيق. وكما قلت لكم هذا البلاستيك راه كيعاون بزاف وما كيروناش. غادي نقر الكلامار ديالي كامل، وغادي نديرو يتقلى. وواحد الملاحظه، هاد النوعيه راه كتطرطق في الزيت، وضروري ما اين تحطوهم تغطوهم بشي اداه، ما عرفتش شنو سميت هذه خاصه ديال هكا ديال الزيت. ردوا بالكم، راه صعيب. انا اول مره كنت يعني طيبته كان حرقني، ما كنتش كنعرف. غادي نديرو كامل هكا يطيب. كنديرو على 2 دفعات. هو من بعد فاش كيطيب راه كيصغر، ما كيبقاش في الحجم ديالو. والزيت في الاول كتكون على نار عاليه، وغي كنحطوهم ونسدو عليهم. كنديرو نار متوسطه باش ما يتخطفوش ويطيبوا هكا قياس واحد ويجيو رطبين وفتيين. من بعد نراقبوهم، راه ما كنحيدوش من حداهم لحقاش دغيا كيطيبوا. هنايا حليت عليهم باش نقلبهم، وكما قلت لكم ردوا بالكم راه كيطرقوا، ولا يحفظ ديك الزيت راه خطيره. صافي غادي نقلبهم هكا كاملين ونغطي عليهم ونخليهم عاوتاني واحد 10 دقائق يطيبوا على الجانب الاخر، ونكمل الكميه اللي بقات لي. هنايا صافي طابو. كنحيدوهم وكنديرهم فوق شي منديل باش يتصفاو من الزيت اللي زايده، وكندير الكميه الاخرى باش تطيب بنفس الطريقه اللي قلت لكم في الاول.
مع الطبق اختاريت اني نرافقه بالباذنجان اللي كنديرو بواحد الطريقه صحيه وزوينه بزاف. كناخد باذنجان كنسلقو مزيان، ومن بعد كنقسمها على جوج، وكندير لها لاسيزونمون اللي فيه عصير حامضه ضروري تكون خضره. كتجي بنينه في هاد الوصفه العصير الخضر، الحامض الخضر عفوا. كندير فيها واحد المعلقه القزبور ومعلقه ديال الثومه وزيت الزيتون وشويه ديال الملحه، وكنتقب هذاك الباذنجان مزيان بالفرشاة، وكندير عليه لاسيزونمون وكنقدمها بالصحه والراحه.